السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فكرة عشان خاطر طريقة ان انت تشتغلي بالخيط. اي واحدة عايزة تشتغل كروشيه ازاي تتحكم في الخيط بتاعها عن طريق الصباع ده او عن طريق ده قطعة نحاس. كنت انا جايباها سلك نحاس بعمل بيها العروسة، فجات لي الفكرة دي ولقيت برضو فيديو معمول ليها بنفس الفكرة دي او قريبة منها. الفكرة ان انت بتعملي بتجيبي اي قطعة ألمونيوم او نحاس وبتحاولي ان انت تعمليها على قلم كده. بتجيب المسافة اللي قدامك دي، يعني حوالي هنقول ايه 10 سنتي 12 سنتي تقريبا، ده من ناحية اهي، وبتنصصيها كده حوالين اهي، وبعدين بتحاولي ان انتي اهي تشوفي قد الصباع كده قد الصباع اهو كده مثلا. طبعا انا بس بحاول ان انا اوريكم الفكرة، واللي عنده فكرة عن اهو اهي، ودي اهي مثلا بتعمليها على قد الصباع. بتحاولي بقى ان انتي تلفي اهي نضيق دي. بتحاولي توقفيها بقى، يعني دي اهي اللي بيشتغلوا اكسسوارات هيعرفوا يعملوها اكتر مني طبعا. يعني تقريبا كده اهي، وبتدخلي فيها الخيط بتاعك من هنا اهي، من هنا ومن هنا، وبتلف خيطك كده عادي اهو. وبتشتغلي اهي، وبصوا الخيط ثابت وما فيهوش اي حاجه وايه ومتين معاكي. في طريقه تانية اللي هي بتاعه الصباع دي، لو انت مش متوفر عندك اللي هي النحاسه دي، او مش قادره، او ما عندكيش سلك، او خايفه ان الخيط يشبك. هو الخيط ما بيشبكش خالص، بيبقى ماشي كويس. عندك الصباع ده بتعمليه، هقولك على فكرته وهقولك بالظبط الطريقة. هما الأجانب بيعملوا في جنب واحد كده،
انا فكرت ان انا اثبتها اكتر اهو، ان انا اهو بحط الخيط في صباعي كده اهو، بصوا، وهسحب اهو، وبشتغل برضو عادي. دي طريقة، دي طريقة تانية. هنا بقى بعمل انا سلسلة اهي، بتبقى على قد الصباع بتاعك، وتلاحظوا ان بتبقى السلسلة متساوية اهو. ممكن تلفيها كده عشان تبقى تتحكمي فيها اهي، والخيط شغال مفيش حاجة. بتعملي على قد الصباع بتاعك اهو، يعني بتقدري بقى انت الصباع مثلا قد ايه اهو. تعملي السلسلة بتاعتك، وبعد كده اهي بتحاولي ان انت تيجي على الطرف اهو، وتعملي غرزة المنزلقة بتاعتك. هنطلع اول سطر هنطلع دور مية. ليه؟ في ناس بتشتغل بالخيط الرفيع قوي، فلقيتهم بيعملوا ان هي بتبقى مش متساوية كده، لا يعني دور مية او دورين ثلاثة، وبعد كده دور عواميد نص عمود، وبعد كده عمود كامل. ليه؟ على اساس ان هم لو اشتغلوا بخيط تخين او بخيط رفيع خالص او خيط تخين قوي يعني اهو. وهعمل اللي هي انا بشتغل ميه. بصوا هتبقى ايه، عايزه تعمليها كده، عايزه تعمليها كده، المهم ان الخيط ثابت على ايدك وفي الايه وفي الصباع ده. فهنا اهو انا شغاله عادي، احنا عارفين ان اول سطر بيبقى في الكروشيه رخم شويه، وبالذات لما يكون خيط قطن. انت ممكن تعمليه بخيطه تخينه، بس انا قلت خيط رفيع لان ممكن انا لما اعمل غرزه الميه ممكن اشتغل بخيط رفيع قوي، فتبقى دي سهله بالنسبه لي. هقص الفتله دي عشان ما تلخمنيش. ليه انا مضايقاها؟ عشان قلتلكوا لو اشتغلت بخيط رفيع يبقى انا ادخل الخيط الرفيع ويبقى ماسك، ما يبقاش كله واسع. انت عايزه تعمليها كده، عايزه تعمليها كده. انا بحب دايما اشتغل الخيط بتاعي كده، او غالبا يعني في حاجات يعني بتبقى الكروشيه ده على حسب راحه ايدك انتي. مش شرط تشتغلي زي اي حد، ليك انتي شخصيتك الخاصه في الشغل. بس انا حبيت اوريكم الفكره. بره ميسرين لهم
الحاجات دي بس. حاجات بلاستيك ومعدن، وازاي ان انت تحطي كذا نوع خيط، ازاي تشتغلي بيه الشغل بتاعك اهو. باجي هنا اهي، وبتشوفي على قد الصباع طبعا اهي. اكمل دورين وارجع لكم. عملت 3 ادوار. هطلع بقى دور اللي هو النص عمود. عملت سلسلتين اهي. نص العمود بتاعي بيبقى بعمل لفة واسحب ال3 كلهم اهو. طبعا كل ما تكون الايد ماسك يعني ماسكه في الشكل ده بتبقى ايه، تقدري تتحكمي في تخانه الخيط. هنا بصوا عشان الخيط هنا واسع فالبتاع بتلف، لكن انت لما تثبتيها وتعمليها زي ما بقولك ضيقه كده هتبقى مظبوطه. ميزه برضو الصباع ده لما بتعمليه ان انت لما بيفرد معاكي الخيط بيجي كده كتير، تقدري بتشديه كده اهو. خلاص وابتديتي اهي اهي وخدتي. طريقة المسكة بتاع الإبرة بتختلف من نوعية الخيط. يعني أنا الخيط التخين عشان ما يتعبش إيدي من هنا فبمسكه كده، بمسك الإبرة كده. ليه؟ بتبقى مريحة أكتر في الخيط التخين. الخيط الرفيع نوعا ما بيبقى عايز تركيز فبتبقى المسكة كده. لكن مع التعود بقى فابتدت لأن الكروشيه مهما كان بيجي بعد كده الإيد من هنا بتتعب. فانتي عشان خاطر تقدري تواصلي، وطبعا اللي بيشتغل كروشيه عارف ان ده عشق اهو. هكمل سطرين من اللي هو النص عمود ده. ابص انا شديت الخيط كتير فانا عايزه اقلله شويه اهو، عشان خاطر دي الميزه بتاعتها بقى، لان مش هتفضلي تلفي الخيط على صباعك تفضلي نلف كده، لا اهي ده اهو كتير اهو. انا بسحب الخيط وبقدر اتحكم في الشغل بتاعي في ازاي ان انتي في الخيط. المشكله بتبقى في الخيط يا جماعه، انه ايه اللي بيشتغل كروشيه بيبقى عارف ان الخيط ما بيبقاش ثابت على الصباع دايما. هكمل بقيه الدورين وهرجع لكم. انا طلعت دور معلش اللي هو العمود بلفة العادي اهو. بطلع 3 سلاسل وبعد كده بطلع العمود بتاعي اهو. سوري عشان مش قاعدة على عدلتي.
وبعد كده نعمل سطر حبسة مية. هخلص وارجع لكم. بعمل اهو، بقفل السطر بتاع المية اهو. بصوا الخيط ماشي في ايدك سلس جدا اهو، ومش متعب، وبتقدري تتحكمي فيه في طول الخيط. طبعا كل ما تضيقي ايدك هتبقى احسن. هوريكم بقى ازاي بندخل الخيط. يعني مثلا اللي هو العمود عندي بحط اهو، العمود عندي اهو، ده الخيط التخين، والغرزة الماء الخيط الرفيع، وفي الخيط الوسط. لكن طبعا الكليم ده يعني ما حبس خالص يتعمل له ده، لان هيبقى تخين ومش ملهاش لزوم. هقفل اهي، بتقفلي انت خالص اهي. كل طبعا ما تعمليها ضيقه تبقى احسن، تعرفي تتحكمي في شغلك. وعلى فكره بتخلي شغلك كله متساوي. في انا كان عندي عيب ان لما الخيط بيبتدي يفلت مني طبعا بيخلي غرزة تيجي واسعة، اضطر افك عشان اعدلها تاني، فدي بتبقى يعني ايه فيها مشكلة شوية. اهو الخيط الصوف اللي عندي اهو. طبعا ده القطن اللي انا اشتغلت بيه. الخيط الصوف بحطه في بصوا اللي هي ايه الواسعة دي، بفوت عين اهو، واحط في التانية التالتة. عايزة تخليها 3 ما يجراش حاجة اهي، وتسحبي الخيط بتاعك اهو. وطبعا لما تمسكي كده اهو، دي لما تعملوها ماسكة هتبقى حلوة جدا. والشغل اهو ده الخيط التخين. الخيط الرفيع اللي بتحطي في اللي هو من تحت كده، استنى افك كده، بتعملي، استنى اجيب لكم خيط تاني اهو. هاجي هنا اهو، هسحب الخيط اللي هي الجمبر اللي هي ايه الصغيرة دي، واسحب كده اللي هي النص عمود اهو، وبرده اهو. معلش عشان في شغل تاني على ايدي. ده كده دي ممكن اللي بيشتغلوا كمان الشنط التبستري تبقى دي حلوة ليهم جدا، لان ممكن تدخل الخيوط فيها
وتبقى قادرة تتحكم فيها، بدل ما تنزل خيط وتشتغل بخيط، لا يبقوا الاتنين معاها اهو، وتكمل الشغل بتاعها في ده اهو. يعني تقدر تبقى دي فكرة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة